ليه؟ انت ليه عايزني اقول ان انت يعني؟ ما هو انا يعني ليه تقول لا؟ يا ظالم يا ظالم. بيقولوا ان المبرمجين بيعرفوا يصلحوا الغسالة. ده سبحان الله. والله كانت صدفه. هو مين اللي كان بيلعب هنا؟ يعني كان مائدة رحمن في الجو والله العظيم. مرمطة، السهر في الشوارع، والنوم على كرسيين قصاد بعض، والشغل 18 و20 ساعة. اهلا وسهلا بحبايب قعده صحاب. النهارده بقى الدش مع اللعيب المتأني اللي قبل ما ينزل باي لعبه لازم يفكر فيها 20 مره. حريف قوي في مجال البرمجه، عمل شركه اسمها GT4 وهو رئيس مجلس الاداره، وكمان رئيس جمعيه الدلتا لرياده الاعمال وتكنولوجيا المعلومات. اخويا وحبيبي شريف عنتر. ازيك يا شريف؟ حبيبي عظيم. ايه الاخبار اخبارك يا ايه يا باشا؟ حبيبي؟ عامل كل ايه يا سنة سيدي؟ وانت طيب. وانت طيب يا حبيب قلبي. حبيبي اخبارك ايه؟ كله زي الفل. حاجه عايز انوه عنها، مش شرط يبقى الصاحب اللي هو بقاله 20 او 30 سنه، لا بالعكس. في صاحب ممكن تقابله من سنين قريبه بس تحس ان هو اخوك وصاحبك وحبيبك، تاكلوا وتشربوا مع بعض، تسافروا مع بعض، العلاقات تتوطد اكتر واكتر. وده اللي حصل لما قابلت شريف عنتر. ايوه بس مش سنين قليلة، يعني احنا بقالنا 7-8 سنين، يعني ما هماش ما سنة ولا 2. في ناس بقى لها 30 و40 عادي يعني. كبر نفسك انت. لا مش بنكبر نفسنا ولا حاجه يا سيدي. شريف، انا عايزك تعرف نفسك من غير ارقام. أنا شريف عنتر، إنسان بسيط جدا، بحب ريادة الأعمال وبعشق تكنولوجيا المعلومات وبحب العمل العام بس. بكل بساطة. طيب شريف عنتر مش مصري 100%، الكلام ده صح؟ ده قطع لساني اللي يقول لك يا راجل. مصر مش عشان مواليد بره، ده احنا نص مصر مواليد بره يعني. طيب ما هو مواليد مصرات. مش اللي اتولد بره ده خد جزء من بره؟ لا مفيش الكلام ده، أنا 100% مصري يعني. أنت اتولدت أصلا في ليبيا، مواليد صح؟ ليبيا. مصراتة بس. وحتى لما اتولدت بره هي مصراتة اسمها مصرياتة، فكلها مصريين، فيعني 100% طبعا. فطرت ايه النهارده؟ الحمد لله. ايه يعني؟ يعني رمضان الدنيا بتبقى عزومات بقى وحاجات تقيلة وبتاع وحلويات وبتاع وبلح شام وحاجات كده يعني، فالحمد لله. انا مستني العزومه بتاعتك على فكره. اوامر سلام. اوامر تمام ان شاء الله. ولا نعمله ديش بارتي برضو يعني بمناسبة العزومة دي، بس بلاش بطاطس، ابوس ايدك. بمناسبة العزومة، بطاطس ليه؟ البطاطس جميلة. عملت حتة مقلب في عيال اصحابي، كانوا زمايلنا يعني ايام الجامعة في سنة رابعة. قلت لهم يا جماعة احنا في رمضان، انا هعزمكم النهارده. فالرجالة ما روحتش، جم معايا. قلت لهم بس ايه، هنصلي المغرب قبل ما نطلع. صلينا المغرب وقدام البيت، يلا. قلت لهم يلا فين؟ العزومة في الجامع. كان مائدة رحمن في الجامع والله العظيم. ده توفير ولا تدبيس؟ لا انا كنت يعني حتى يعني عملت فيهم مقلب محترم يعني. اليوم بيحكوا لحد النهارده. لا انا المقلب اللي انا عملته بقى في جماعه اصحابي فعلا كان مقلب صح. الناس قعدت تزن عليا اعزم، وانا بيني وبينك ايام ما كانت العمليه لسه مش قد كده. عزمتهم برضو في الجامع، بس عزمتهم على فول وطعميه. على الاقل دي عزومه من جيبك، انا بفجر من جيب غيري. رمضان يا شريف بالنسبه لك ايه؟ رمضان شهر الروحانيات، رمضان السحور، رمضان اللي ما فيش فيه نوم، رمضان العزومات، رمضان المقابلات، رمضان التراويح، رمضان حاجات كتير قوي. رمضان الفطار بتاع الجامع المجمع الجميل ده اللي بيتعمل. الحمد لله حاجه جميله جدا بيتعمل في الجامع والله. الحمد لله. احنا بقالنا والجهد ليكم للناس اللي معاك والله حاجه جميله فعلا. يعني لسه والله النهارده متكلمين علشان يبقى في اول 10 ايام ان شاء الله باذن الله نلحق وده بنعمله يعني. يمكن احنا برضو ده ورثناه يعني. حبايبنا كانوا عارف لو كل منطقه تعمل كده ويعملوا والله بجد حاجه جميله. لو كل منطقه تجمع مثلا وتعمل طقوس رمضان بقى والزينه وان الناس. احنا عندنا مشكله الاطفال مش حاسين زي زمان احنا كنا بنبقى حاسين وشايفين. بص هي الفكره على فكره، الفكره ان هم مثلا بيحسبوا ان الموضوع ده بس للمساكين وخلاص. لا بالعكس، ده حتى لو انت جبت اهل المنطقه وفطروا مع بعض. وده اللي احنا بنعمله يعني. ده اللي احنا بنعمله، كل اهل المنطقه بيفطروا مع بعض،
بما فيهم المغتربين اذا كانوا طلبه او اذا كانوا انا شفتكم جمعتوا طلبه، المنطقه كلها طلبه كله مغتربين كله فعلاً. يعني ده احنا خدناه من يمكن من 25 سنه او 30 سنه وهو بيتعمل. وقف 10 سنين والحمد لله قدرنا نرجعه تاني. السنه اللي فاتت انت كنت جوعتنا والوجبات اتاخرت يا معلم. يعني ان شاء الله السنه دي مش هيحصل. السنه دي بقى مش هيحصل السنه دي. طيب بقول لك يا شريف، قعده صحاب ولا مع نفسك؟ والله ده ليه وقته وده ليه وقته. يعني الواحد بيستمتع طبعا مع اصحابه جدا وبيفك وبيبقى فرحان وهم اليوم كله بيروح. بس برضه في وقت انت بتحب تقعد مع نفسك تراجع وتتكلم مع نفسك، لان ده مهم قوي ان كل واحد يقف وقفه مع نفسه. لو مش كل يوم يبقى كل كذا يوم بحيث يراجع الكام يوم اللي فاتوا. لان انا عندي ما بحبش لحد يزعل مني ولا زعل حد، وفي نفس الوقت اشوف ايه اللي انا هعمله وايه اللي انا عملته اراجع يعني. بقول لك ايه، مين اللي عيب في شلتنا بلياردو؟ الدويتو. احمد الشنهاب وتامر محمود. يا ظالم يا ظالم. هو ده الدويتو طبعا يعني ده الدويتو الفظيع. اذا كان دويتو بلياردو دويتو ضمنه احلى دويتو. وضمنه. طب ضمنه ماشي. ما هو يعني مش كل حاجه لازم على نقولها فكره يا حقيقة شريف انت عمري ما اعرف انك انت نصاب. اديك عرفت. اعترف يا شريف، مين اللي بيقطعكم في البلياردو؟ اكيد خليك صادق. هو بيقطعنا من الفرح بصراحه يعني. لا اعترف بجد، مين؟ انت خايف منه؟ هو انت ليه عايزني اقول ان انت يعني؟ ما هو انا طبيعي تقول ان يعني طبيعي ان انت تعترف ان انا احسن واحد. يعني ليه عايزني اقول ان انت يعني؟ ماشي. عموما يعني لما تامر يجي هنعرف. انا احب اشكر في نفسي. ايوه يعني. ايوه. لا انت لعيب في البلياردو دي انا اعترف بيها فعلا، وبرضه في الضمنه، بس بتتاخر في اللعب شويه. كل حاجه لازم لها تفكير. خد بالك يا شريف، انت سبب خراب الدايت في حياتي. دي حقيقه صح؟ ربنا يديمني في حياتك. ربنا يديمك فطير. امانه بصراحه مفيش مره قلت لك يلا ما بتقولش يلا. انا صدوق للي عايز ياكل، ما تقلقش. يلا فطير، يلا حلويات، يلا يا خد بالك من حاجه، الحلويات بتاعت اللحمه والسمين والحاجات الحلوه دي. مفيش مره اقول لك يلا تقول لي اصل مش جعان. مفيش، ما حصلتش. طب يا ابني ما انا ببقى قاعد في امان الله الاقيك تقول لي هتاكل، اقول لك لا خلاص انا ماليش نفس. طب ده فشه وطحال وبتاع، عايز تعمل يعني، ما هو ده الطبيعي يعني. وبعدين انا المستشار في الشله في موضوع الاكل، فلازم طبعا اي حد يتصل اروح فين. انت عظيمه مستشار الشله في اي حاجه. الله يكرمك. بقول لك ايه، عايز اعرف كده اكتر موقف يكون فرحك في مره كده ايه؟ بص يعني للامانه هو شكله كده موقف حزين لان انا حسيتك لا خالص، ده بالعكس. يعني في موقفين. ولاده ساره بنتي ومعاها احمد وعمر بعد كده. يعني الفرحه طبعا العسوله. ربنا يبارك لك فيها. ربنا يبارك فيك. والحاجه الثانيه حاجه فرحتني قوي 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 يعني. يعني مدى الواحد كان يعني بيجي لك رسائل ربانيه كده. يعني كنت في سيشن في جامعه الدلتا. وجالي واحد وقفني، انا بشكرك قوي يا باشمهندس، انا ما اعرفوش واول مره اقابله. قلت له خير حضرتك، انا مش فاهم. قال لي الموقع اللي انتوا عاملينه كان سبب في ان انا اشتغلت في الجامعه هنا. فاحنا عاملين موقع مش بتاع المحافظه اللي بتتعمل في المحافظه ده؟ محافظه الدقهليه، توظيف لمحافظه الدقهليه. عندنا 4500 سي في موجود عليه بتاع 2900 وظيفه. الحمد لله. من الحاجات اللي فرحتني قوي. انا متهيألي دخلت في شركات كتيره صح؟ في اكتر من 200 شركه موجودين فيه، او 220 شركه. والحمد لله ده من الحاجات اللي احنا بنبقى مبسوطين واحنا بنعمل حاجه ونبقى سبب ان احنا نفتح بيوت. حتى احنا يعني الموضوع بالنسبه لنا ده كواجب مجتمعي يعني. على فكره يا شيف، انت فتحت الشركه وانت سنك صغير خالص صح؟ شركتك. ودي من الغلطات الكبيره قوي اللي انا عملتها يا راجل. طبعا.
ده انا عايز اقولها كنموذج للشباب. من الغلطات الكبيره ان انت قبل ما تبقى قصدك انك اتصدرت يعني في البدايه؟ طبعا، يعني من الغلطات الكبيره ان انت قبل ما تبقى معلم ان انت ما تبقاش صبي. لازم تشتغل موظف في شركه، تتعلم يعني ايه وظيفه ويعني ايه بيزنس ويعني لا، ايه نصيحة حلوة فعلا. كل قسم من الاقسام بتاعت الشركه لازم تبقى شايفه نظام الشغل عامل ازاي. يعني لو كنت حد نصحني النصيحه دي، على الاقل كنت وفرت لي مش اقل من 7-8 سنين في حياتي تجربه ووقوع ووقوف، وان انت تبقى لازم مركز مع شريحه معينه، ان انت لازم تشتغل في حاجه معينه، لازم تركز على الحاجات اللي الROI بتاعها قوي، الفلوس اللي بتجيلك منها فيها استدامه اكتر من الحاجات اللي بتيجي مره واحده، البيزنس موديل نفسه، كل ده بتشوفه لو انت اشتغلت موظف. بقول لك يا شريف، في فتره كده انا ما اعرفش عنك فيها حاجه طبعا، بحكم يعني ان احنا من 7-8 سنين بس دي، فتره الثانوي. فتره الثانوي، انت كنت في مدرسه ايه ولا؟ الثانويه العسكريه بنين في المنصوره في شارع الثانويه، يعني كنت اولى 17، كان عندنا تقريبا في حدود 22 فصل اولى ثانوي. انت كنت بقى الطالب الملتزم بقى اللي هو اللي من المدرسه للبيت كده، ولا طبعا شقاوه وعايش حياتك؟ لا طبعا، من المدرسه للبيت، بس في الوسط في عم محسن بتاع البلاي ستيشن بنزوغ من على السور عشان نلعب عشان نلعب. يا اخي ده انا كنت ظننت فيك ظن الحسن. لا انا كنت سنه اولى اول ترم ملتزم، حتى كانوا مسميني الفيلسوف. كنت لازم يعني كنت لازم اقول الكلمتين لكل مدرس يدخل، لقيت الموضوع مش جايب. بقى يعني عندنا اخر 3 حصص دول انا في الحوش بلعب كوره بس، مش حاجه تانية. وبعدين الترم التاني بقى خلاص كوره ولا سله؟ ما انت كنت طويل برضو يعني. لا كوره. انا شفت لك صوره ما هو يعني الله المستعان. لا كوره. وبعدين انت بتشوف الحاجات دي ليه؟ تشوف الكلام ده. ما انت اللي موريني، انت اللي موريني هارد الاسرار اللي طلع ده فجاه. وبعدين كنا نخلص دي، او يعني ده في الاول كان عندنا بقى ايه، الدفعه اللي قبلنا كان ما شاء الله متعهدين السور، اللي عايز ينط بنص جنيه ولا عايز كان عندنا يعني عارف حاجه كده كان في مدرس اسمه شخبور، ده كان ايامكم؟ حضرته. يا راجل حضرت. كان ابو الخرزانه الطويله دي. يعني انت اشتغلت في الشرطه معاه، الشرطه السريه؟ لا ما اشتغلتش شرطه سريه. امال كنت بتاخد نص جنيه ليه يا معلم؟ مش انا اللي باخد، ده اتاوه ولا دي الاتاوه؟ هم في حد قاعد على السور اتاوه بياخد من ربع جنيه لنص جنيه للي بيعدي من الباب نص جنيه، اللي يعدي من على السور ربع جنيه. يعني انت فاهم. وكان هم متعهدين انهم يجيبوا من البغل سندوتشات الفول والطعميه، يقسموا في الاخر. لا، والسندوتش يزيد عليه مثلا 5 قروش او 10 قروش، وفي الاخر يقوموا جايين الدنيا. تخيل انت بقى، حاول كده مره تجيب براهم الحاجه هتتاخد. يعني كان في كده قصه كده يعني، حتى لينا واحد صاحبنا بدون ذكر اسامي كان متعهد القصه دي. وليه اذكر اسمه؟ لا هو مشهور دلوقتي في المنصوره وعارف، وكان مرشح مجلس نواب، فخلينا كفايه لحد كده يعني. الله يعني. ماشي، يبقى كده تمام، نستر عليه يا ابن الحلال. طب بقول لك ايه، ما تيجي نلعب؟ جينا لفقرة جلا. صاحبنا النهارده مطلوب منه يختار كارتين من 5 كروت: كارت الهروب، كارت الندم، كارت التضحية، كارت الوهم، وكارت الفشل. وهنسأله كام سؤال في الكارت اللي اختاره ولازم يجاوب. اكتر موقف جل منك ومعرفتش تصلحه؟ جل. ايوه. مش راضي. انا مش راضي. ليه جل اللي انت هتهزر؟ كان عندنا واحد، كان عندي حاجه في البيت فباظت، فالمهم قمت انا طبعا فيلسوف بقى، بتاع التكنولوجيا بقى بتاع الاي تي، ودخلت على اليوتيوب تصليح كذا كذا مهندس تصليح كذا كذا كذا، دخلت جبت الحاجه ونزلت اشتريت الحاجه. المهم خلصت ركبت اشغل مفيش، وفي ايدي مسمارين 3 مسمارين، المفروض دول بيركبوا يا جدعان. فالمهم مفيش حاجه اشتغلت، قمت بكلم السباك الو كذا، رغم ان انا الحمد لله بشتغل كهربائي وسباك يعني كل حاجه ونجار، متعلم الكلام ده من ابويا يعني، ربنا يديله الصحه. امين يا رب. المهم فالسباك دخل، اول كلمه قالها: هو مين اللي كان بيلعب هنا يعني؟
اكيد واحد خرب اكيد. جه ظبط الدنيا، فالدنيا كانتش ظبطت طبعا اول مره، الحمد لله هو ظبطها يعني. تمام. طيب يا سيدي، يعني هي حلم ضاع من شريف وما عرفش يحصل عليه او يوصل له. يعني انت ما بتشربش الشاي ليه؟ ده الشاي بيرد يا ابني، اشرب. بص، الحلم فعلا اللي راح مني كان الحج. الله. كان 2016 كنت هناك؟ كنت في السعوديه، تزعل دي. وكنت المفروض احج، وكان فرح اختي في العيد. وبقى كلمتني في التليفون وانت اخويا الوحيد وانا مش هعرف اعمل فرح من غيرك، وشويه صعبانيات. الصعبانيات بقى جت قامت جايباك على وشك. للاسف يعني. فطبعا دي حاجه، هو طبعا ربنا اللي بيختار وكل حاجه، لكن ربنا يرزقنا بيها يا رب ان شاء الله. احنا هنخليك بقى تسحب ايه، كارت من كروتنا دي. طبعا مش هنقول لك ايه الكروت، الناس دلوقتي زمانهم في الكاميرا شايفين الحاجات، وانت الوحيد اللي مش شايف. ماشي يا سيدي، اسحب لنا كارت. نسحب خير الامور الوسط. قول يا باشا. الوسط. الندم. انت ايه قلبه معاك تراجيدي النهارده ليه كده؟ كله تراجيدي كده. لو رجع بيك الزمن، ايه اللي ما كنتش هتعمله؟ اللي انا ندمت عليه ان انا فعليا ما اشتغلتش موظف في المهنه اللي انا فتحت فيها البيزنس بتاعي. بمعنى ان انا كان المفترض ان انا اشتغل في شركه الاول، بس احنا ما كانش متاح لينا القصه دي، لان شركات البرمجيات ما كانتش كتيره في اوائل الالفينات، ما كانش متاح القصه دي. رقم واحد. رقم اتنين، الحاجه اللي بندم عليها دايما ان انا يعني اعيش فتره، انا لما بقفل من حد بتبقى الموضوع مشكله شويه بالنسبه لي. دي حاجه انا مش عارف اغيرها يعني. لما يعني بس مع انك دبلوماسي قوي يا شيري يعني. ما هي دي مشكله. اتقي شر الحليم بقى اذا يعني انا بسيبك مره 2 3 4، بعد كده ما بتبقى الموضوع الكلام ده يعني. ما هو لان ده في اللي الموضوع غضبك مره واثنين وثلاثه وعشرة والدنيا بيس وماشي ماشي. ما هو انا عندي لو قفلت الدنيا بتبقى صعبه جدا، لدرجه ان في حد انا قفلت. يبقى قول لي ساعتها بالله عليك عشان اتفرج. يعني لا، ما هي المشكله ما بتحصلش كتير يعني. يمكن حصلت مثلا مرتين او 3 مرات في حياتي كلها، بس الموضوع حصل يعني ممكن اقفل لمده 10 12 سنه. بص يا شريف، اسحب كارت تاني، اسحب. خش ناخد كارت تاني. اي حاجه تمسك. عايز ايه؟ ماشي. التضحيه. الله. طيب يا سيدي، دلوقتي ايه اللي شريف ضحى بيه ومحدش يعرفه؟ الواحد مضحي بحاجات كتيرة، أهمها البيت للأسف. يعني قاعدة في البيت، أنا بعرفش أقعد مع ولادي كتير ولا في رمضان. يمكن في رمضان أقصر معاهم في الحتة دي أوي يعني. لأن أنا طول اليوم بره في الشغل أو في العمل العام، يعني طول اليوم بره. طب بما إنك أنت بقى مقصر مع الجماعة في البيت وكده، فأنا هخليك دلوقتي تقول حاجة هتفكرهم بذكرى حلوة، وفي نفس الوقت يعني هتلطف الدنيا. عايزين بقى كام بيت كده من اللي انت قلتهم في فرحك. فاجئت بيهم الناس كده. قول بقى يا سيدي. يعني دي كانت من الحاجات الحلوة قوي يعني. كانت في فرحي وقلت كام بيت شعر كده. زمان الحلم كان واحد في قلبي ان احبك، واما حبيتك بقى الحلم ازاي احبك. حتة بقى ناي قوي يا ابني. ده بخلاص الحب فينا، وابتدينا يبقى لينا فوق بحور الشوق سفينة. الله. بس لاجل ما تكمل وتكبر تبقي عارفة ايه هو حقك وحقي. حقك ان ابقى لك القلب الحنين، وابقى لو شديتي هادي، وابقى لو هديتي لي، حتى لو مرة تعاتبنا في العتاب تلاقيني هين. حقك ان ابقى لك القلب الحنين، حقك ان اهزم ظروفك، حقك ان امنع خسوفك، حقك ان اشيل من الحب خوفك. اما حقي يا حبيبتي فحقي ان اشوفك. الله الله الله. الكرو بيشجعك يا باشا. يعني دي والله مش متحضره خالص يا جماعه، خالص تماما يعني. بص يا سيدي،
دلوقتي ربنا يبارك لي فيها بالمناسبه يعني، ويبارك لي في بيتي. انا اظن انت الحته دي خلاص بقى، بص مسحت كل حاجه ملاقيها في الدنيا ان شاء الله. دلوقتي يا شريف احنا وصلنا لفقره الضمنه، تمام؟ بعد ما انت سحبت خلاص كده وبقى معاك ورقك، ماشي. ضمنت يا معلم. ماشي. في الضمنه هنقول لك اتعلمت ايه من الشغلانه بتاعتك؟ اتعلمت الحمد لله الحمد لله المرمطه والسهر في الشوارع والنوم على كرسيين قصاد بعض، وان الشغل 18 و20 ساعه، ويعني اتعلمت حاجات كتير الحمد لله الحمد يعني لله. مفيش حاجه سهله. سر في الرحله الحمد لله. السر في الرحله صحيح. الحمد لله. وتعلمت انك تتصل بمحمد عبد العظيم الساعه 3 الفجر تقول له تعالى هننزل نصور دلوقتي، ده لازم حقيقي. عشان يعني الصبح. عندنا مش عارف وجولة لحد 15 الساعة 6 موقع الصبح. ونقعد لحد الساعه كذا ومش عارف، وتصوير كذا اه يعني الحمد لله. انت مرمطت معايا انت كمان كتير. والله. وبالمناسبه دي برضه احب اشكر واقول لهم كل سنه وانتم طيبين شركاتي حازم وعماد واحمد، لان دول فعلا شركاء المرمطه الحمد لله. انتوا بتفطروا مع بعض كل سنه صح؟ اكيد طبعا، في فطار للشركه وفي فطار عائلي يعني، ده موجود وده موجود يعني، بنفطر مع بعض طبعا. ربنا يبارك فيهم ان شاء الله. يعني بيبقى دايما كلنا موجودين، كل زمايلنا في الشركه بعائلاتهم كمان، يعني الموضوع بيبقى اسري والكل بيبقى موجود اعتبرني من الكرو بتاع الشغل عندك يعني، وبنزل اصور معاك، يبقى عازمني معاك بقى مره. هبقى عازم كل مره ان شاء الله، متشكرين يا ماشي. بيه. طيب احنا دلوقتي رازع ولا نص؟ ماشي. الدور ده صاحبنا هيسحب ورقة من صندوق المفاجآت. يا ترى الورقة فيها ايه؟ هات يا ابني البوكس بتاعنا. شائعات طبعا، كلها شائعات. بتطلع ايه؟ ما انت لازم ترد بقى. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا عم شريف، اسحب لنا ورقه كده لو سمحت. نسحب ورقه واحده بس. ماشي. اقرا يا باشا. هي صعبه قوي كده ولا ايه؟ بيقولوا ان المبرمجين بيعرفوا يصلحوا الغساله. ده سبحان الله. والله كانت صدفه. هات تمام. طيب بما اننا بقى ذكرنا المبرمجين والناس اللي بتصلح وبتعمل، الاي اي هيلغي شغلانتكم؟ الاي اي هيطلع عين اللي جابونا. الاي اي الفتره اللي جايه يعني، يمكن لسه احنا شايفين اهو من تقريبا 20 يوم ولا 3 اسابيع البورصه الامريكيه الشركات قبل رمضان باسبوعين كده تقريبا. شركات البرمجه نزلت اسهمها من 15 ل 35% بسبب مديول جديد او حاجه اتطورت اسمها كلود. دي هو طور نفسه مبدئيا، وده حاجه بتشتغل في السوفت وير ايا كان بقى، اي حاجه برمجيه هو يقدر يبرمجها. ان انت بتتكلم معاه كانك هيومن عادي خالص. انا عايز اعمل مثلا برنامج لكذا، او عايز اعمل كذا، او عايز اعمل كذا. دي بسم الله الرحمن الرحيم. هيقعدونا في البيت يعني. ده طب ما نشوف بيزنس انا وانت تاني بقى، نفتح لنا ما ده اللي خلاني بقى اشوف ان يعني مثلا بيل جيتس من 10 سنين او من 9 سنين توجه للزراعه. مش بقول لك نزل مايكروسوفت اشتغلت زراعه، فيعني حاجات كلها كانت. فاللي جاي كله اعتقد ان هي هتبقى الغذاء. بلس ان في 100,000 روبوت هيتعملوا في امريكا 2026. تكلفه الروبوت من 10 ل 20,000 دولار. هي ترابيزه بلياردو 27 بقى يا باشا. ترابيزه بلياردو مين مش هتلاقي كمان هيلعبوا مكاننا بلياردو. ايوه هيلعبوا مكاننا. يبقى تامر واحمد هيكسبوا. طبعا، امال ايه احسن. لا كل واحد فيهم هتلاقيه ساحب في ايده الروبوت بتاعه. ماشي يا سيدي. طيب هم تامر واحمد معانا ولا ايه؟ ارواحهم موجود. طيب احنا وصلنا للفقره الاخيره في لعبتنا، وهي بقى ايه؟ جمعنا كام بونت. ماشي. هي الارث. شريف هيسيب ارث في يوم من الايام، تحب يكون ايه؟ يكون سيره، يعني زي ما انا كنت بمشي يعني ماشي في بلدنا او ماشي في الاماكن اللي عدى فيها والدي. فكان دايما الحمد لله ربنا يديله الصحه وطولة العمر. آمين. سيرته عطره يعني. ده انت والدك اللي عمل كذا، والدك اللي عمل كذا، مواقف احنا ما نعرفهاش خالص وما بيتكلمش فيها.
انا نفسي اسيب لاولادي الارث ده، اللي هو حاجتين: السيره الطيبه، ان لما يتقال لهم انتوا ولاد شريف عنتر فيبقى يقدروا بسبب ده. والحاجه التانيه: انقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث. وانا اتمنى ان يبقى حاجه من الثلاثه وانا إن شاء الله مركز يبقوا يمكن دلوقتي في علم ينتفع به. يعني انا بحاول قدر المستطاع ان انا اعمل تريننج للناس، اسيب حاجات يمتد بها الاثر يعني. طبعا احنا ما حطيناش السبوت على المنطقه دي ليها حلقه لوحدها كامله ان شاء الله. إن شاء الله. هنعملها باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يا حبيبي، انت شرفتني جدا النهارده. انا والله بس اتبسطت قبل جدا. ما نمشي لازم بقى نشرب القهوه والتمر وبتاع. بتحب القهوه العربي وكده؟ طبعا. طب يلا يا رجاله، ما تجيبوا لنا القهوه بتاعتنا. ماشي. طيب يا شيريو، شرفتني ويا ريت تقبل مننا الهديه الحلوه دي. حبيبي الف شكر. تسلم يا عظيم. تسلم. مش نشرب بقى القهوه. طب الاخبار عامل ايه؟ لا سليم.